هاي، أنا ميرنا ودي تاني حلقة من سلسلة تلخيص الكتب. الكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة وهو كتاب قاعدة 80-20. اسم الكاتب بتاع الكتاب ده هو ريتشارد كوك. أخذ الفكرة بتاعت الكتاب دي من عالم اسمه بروتو. العالم ده في يوم من الأيام كان بيتمشى في الجنينة بتاعته، واكتشف ان 80% من إنتاج العسل هو من 20% من النحل اللي موجود عنده. ومن هنا عمل قاعدة وهي اسمها 80-20. 80% من النتيجة بترجع ل 20% من الأسباب. وريتشارد عمل الكتاب ده عن ازاي تزود انتاجيتك بمجهود اقل. هنتكلم على 3 جوانب موجودين في الكتاب، وهو في الشغل، في العلاقات، وكمان في الحياة. اول حاجة بيتكلم عنها وهي في الشغل. الشغل بيقولك ان قسم الشغل لحاجتين، هو حاجات مثمرة وحاجات غير مثمرة. الحاجات المثمرة دي قال ان هو زي الميتنج اللي بتتعمل، زي البلانتس اللي بتتعمل مثلا، او الحاجات المفيدة اللي بيعملوها جوه الشركة. هي دي اللي بتجيب للشركة انتاج اكتر، زي الدعاية مثلا، هم بيفضلوا يشتغلوا مثلا علشان يعملوا دعاية كويسة للشركة بتاعتهم. فدي 20% من الشغل اللي بيحصل جوه الشركة. اما الحاجات الغير مثمرة بقى، زي انهم يقضوا وقت مع بعض، او انهم يقضوا وقت مثلا يزينوا المكتب. كل الحاجات دي اللي هي الحاجات مش بيعملوا فيها مجهود علشان يجيبوا انتاج للشركة. فال20% الحاجات المفيدة اللي بيعملوها بتوصل ل80% من الأرباح أو الإنتاجية اللي بتيجي للشركة. تاني حاجة بقى وهي العلاقات. العلاقات اللي موجودة حوالينا بتأثر علينا بشكل واضح جدا في حياتنا وفي شخصيتنا. زي مثلا انك تكون حواليك علاقات مش صحية، علاقات بتستنزفك، علاقات بترهقك، علاقات طول الوقت محسساك انك قليل، انك مش واثق في نفسك. فالعلاقات دي بتأثر على 80% من مودك في اليوم، من حياتك، من شخصيتك. اما بقى في علاقات تانية وهي الصحية، العلاقات اللي بتشجعنا على الحاجات الحلوة ان احنا نعملها، العلاقات اللي بتساعدنا ان احنا ندرس، العلاقات اللي احنا بتساعدنا نعمل مهارات ونكون مهارات جديدة ونشتغل على مهاراتنا اكتر وننمي مواهبنا اكتر. دي بتبقى ليها تأثير كبير جدا في حياتنا وفي شخصيتنا. فعايزة اقولك ان 20% من العلاقات اللي حواليك هي هتحدد 80% من انت شخص عامل ازاي، شخص ايجابي وكويس وبتنمي مهاراتك، ولا شخص سلبي طول الوقت وطول الوقت حاسس انك مش كفاية وكل الحاجات دي. فحاول تركز دايما على 20% من العلاقات الصحية اللي حواليك. حاول تبعد على قد ما تقدر من العلاقات اللي بتستنزفك وترهقك طول الوقت. وتالت حاجة بقى وهي في الحياة، ربنا مدينا 24 ساعة في اليوم. فشوف نفسك ازاي بتستغل ال 24 ساعة في اليوم. لو انت بتستغل من 6 ل 8 ساعات نوم وباقي اليوم بتستغل يومك بشكل مفيد، ده هيأثر على 80% من الانجازات ومن الانتاج اللي انت مفروض تعمله في خلال اليوم. اما بقى لو انت شخص طول اليوم بتعمل سكرول على السوشيال ميديا، بتضيع وقتك في خروجات، بتضيع وقتك في حاجات ملهاش لازمة، بتضيع وقتك انه تعمل حاجات مش مفيدة اصلا، فده هيأثر برضو على 80% من انتاجيتك في اليوم عموما. هتيجي في اخر اليوم هتحس انك ما عملتش اي حاجة مفيدة في الحياة. اما بقى لو استغليت ال20% انك تنام نوم كويس، انك تقوي علاقتك بربنا، انك كمان تشتغل على نفسك، انك تستغل يومك في حاجة مفيدة، انك تعمل رياضة، انك تنزل تروح الجيم مثلا، انك تقرا كتاب، انك تسمع كتاب. كل الحاجات دي هتزود انتاجيتك وهتأثر على انتاجيتك اللي هي اصلا 80% في اليوم عموما. ويوم بعد يوم بعد يوم، لو قضيت يومك بال20% بشكل إيجابي وكويس واستغلتهم بطريقة مفيدة، هيأثروا على 80% وهتتغير حياتك تقريبا بالكامل. فده كتاب النهاردة اللي هو قاعدة 80-20، نتكلم عن إن إحنا دايما نركز على ال20% اللي في حياتنا، أو ال20% من الحاجات اللي إحنا بنعملها، سواء في علاقاتنا، سواء في شغلنا، سواء في الحياة عموما، سواء في أي حاجة في حياتك. تركز على 20% بس، اللي هي الحاجات الإيجابية المفيدة اللي بتطورك، اللي بتثقفك أكتر، إنك بتديك باور، إنك مش بتحبطك وبتضايقك وبتعصبك، مش العلاقات اللي بترهقك وتستنزفك، الشغل اللي هو طول الوقت إنك بتركز على الحاجات اللي ملهاش لازمة. لكن
ركز على الحاجات اللي هي 20% علشان توصل ل80%. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وكومنت لو عجبك الفيديو، وكمان ما تنساش تروح تعمل فولو على الانستجرام علشان نطبق الكتاب ده مع بعض. نشوفكم في فيديو جديد يوم الخميس. باي باي.